الاعتراف ما هو إلا دليل مطروح أمام المحكمة، وللمحكمة إن هي تاخد بيه كدليل يعول عليه سواء للبراءة أو للاتهام. طب إمتى يا أستاذ المحكمة تاخد بالاعتراف ده كدليل؟ أقول لك علشان خاطر المحكمة تاخد بالاعتراف كدليل يعول عليه لابد من توافر بعض الشروط في الاعتراف ده، زي إن هو يكون وليد إجراء صحيح، يعني ما يكونش فيه إكراه مادي ولا معنوي، وأن يكون في مجلس القضاء. يعني إيه؟ يعني المتهم يروح النيابة أو قدام المحكمة ويعترف بنفسه. طيب إن هو يروح مركز الشرطة أو يعترف أمام المباحث أو في محضر الضبط، هل ده كده اعتراف؟ لا، ده مش اعتراف، لأن زي ما قلنا لابد أن يكون في مجلس القضاء أمام النيابة أو أمام المحكمة. طيب محكمة أمن الدولة العليا قالت إيه في الاعتراف؟ محكمة أمن الدولة العليا قالت يجب على القاضي ألا يقابل اعتراف المتهم بالقبول والترحاب، بل يجب عليه أن يقابل اعتراف المتهم بعناية وبغاية الحيطة والحذر، إذ أن المتهم قليلا ونادرا ما يعترف على نفسه، إما بوازع من الندم أو لحماية أباه أو أخاه الأكبر. لذا فإن المحكمة ملزمة بفحص الاعتراف والظروف التي أقر فيها المتهم على نفسه في أوراق الدعوة بعبارات قد تورده موضع الهلاك. يعني المتهم في أوقات كتيرة ممكن جدا يعترف على نفسه، ولكن لحماية طرف آخر، زي إن هو مثلا عايز يحمي أخوه أو أبوه، أو إن هو يداري على جريمة أكبر. الاعتراف مجرد دليل ممكن المحكمة تاخد بيه وتعول عليه كدليل للاتهام أو للبراءة، وممكن المحكمة تركنه على جنب لو أثبت الدفاع أو أثبت الخصم إن المتهم بيداري جريمة أكبر، أو إن المتهم تم إجباره أو إكراهه على الاعتراف، أو إن الاعتراف ده أصلا ملوش أي أساس من الصحة ومناقض للسير بتاع القضية من الأساس. علشان كده في قضايا كتير بتبقى قدامنا وبنبص عليها وبنلاقي فيها اعتراف ما بتبقاش آخر الدنيا، بنبقى عارفين إن إحنا هنشتغل ونشوف إيه اللي وصلنا للاعتراف ده، أو الاعتراف دوت كان إيه ملابساته وأصلا تم إزاي.